بعد ما وقفنا في الجزء الاولاني على ان سكينه قررت ان هي تسمي الطفل اللقيط على اسم ابوها عاشور، من هنا بتبدا حكايه عاشور الناجي اللي اتربى في كنف الشيخ عفرة ابن زيدان. كان مطيع جدا عاشور برغم جسمه وقوه بنيانه، الا انه عمره ما استخدم جسمه دوت في اذى الناس تماما. على الرغم انه في عصر عاشور الناجي كان موضوع الفتوات منتشر جدا، وكان سهل جدا لقوه جسمه ان هو يكون فتوه منهم، بل انه كمان يقدر ينتصر عليهم. لكنه كان حاسس ان ربنا وهبه الجسم دوت علشان بس يحمي الناس مش عشان يأذيهم، وده بالظبط اللي كان رباه عليه الشيخ عفرة. وعلى عكسه اخوه درويش اللي كان زي ما بيقولوا كده صايع البيت، اللي كان شايف انه جسم عاشور ما ينفعش غير في الفتوانه وبس، لانه مفيش صاحب محل هيشغل عاشور بجسمه ده، لانه جسمه كان كفيل يخوف اي حد قدامه. فمن الاخر كده هيطفش الزباين. وتمر الايام ويموت الشيخ عفرة وتمشي سكينه من البيت، ويفضل البيت فاضي على عاشور لوحده، ويفضل درويش معاه اللي بيعامله معامله صعبه جدا. صفها نجيب محفوظ في مشهد ملحمي جدا لما كان عاشور قاعد جعان وبيطلب من درويش فلوس عشان ياكل، فرماله اخر مليم وبيقول له مالكش حاجه عندي تاني. وبيتفرق عاشور عن درويش بسبب رفض عاشور طريقه درويش في النهب من الناس. وبتبدا من هنا رحله عاشور الناجي في انه ازاي يواجه الفقر والجوع لوحده. وده كان الجزء الثاني من احكي لي روايه. ولو عايز تعرف اكتر ما تنساش انك تعمل لي فولو علشان تستنى الجزء الثالث من احكي لي روايه. سلام.